لي مقاطعون كنقول لهم يمشيو يصليو واخا كيقولوا مقاطعون وصافي. سبب الناس اللي تيهضروا على المقاطعه ما عندها حتى شي علاقه بالمقاطعه. الناس تيهضروا على الفراغ ما عندهم حتى شي يعني حتى شي فكره على هاد الانشطه اللي كدير الدوله لصالح الشعب باش يفرح ولو اسبوع واحد، يعني ماشي عام ولا هذا اسبوع واحد. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. مقاطعة الموازين ما وقع التواصل. ويا اصلا مواقع التواصل حنا خاطينا تنشوفوا حنا الواقع كلشي خالقه كلشي زايع عيالات جايبين 12 القوامل اللحم ما يجيبوش ولا ما كاين لا مقاطعه ولا والو. هذاك الشيء عند قوصافي كلشي باغي يشطح باغي يفوج باغي يرفد. ولكن كنلاحظوا ان واش لا كومينيكاسيون ما كانتش مزيانه ولا المهم انا راه الاشاره في اي مهرجان من اليوم بالنسبه ليا ماشي احسن نهار. لا الحمد لله الا كنتو كتعرفوا حاتم عمور يعني الا كان شي الجمهور الا كان جا اي واحد ما معروفش كاع غيكون اكثر من هذا، يعني ماشي ضروري حاتم عمور ولا غيره، يعني الا درنا غير شي فرقه فولكلوريه غادي تكون الجمهور اكثر من اليوم كاينه شي حاجه انا ما فاهمهاش. نتوما يعني راكم كبرتوا معايا، انا لا كارير ديالي كبرتوا معاها، يعني اول مره في حياتي غادي نشوف هذا المشهد اللي ما كيعجبش كاع حتى شي فنان. مرحبا بالجميع. سنتحدث اليوم عن مقاطعة مهرجان موازين في المغرب، وسنستكشف أسبابها وتأثيراتها المحتملة. شهدت دورة هذا العام خسائر كبيرة، فما السبب؟ انتشرت دعوات واسعة لمقاطعة المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك. عبر العديد من الفنانين العرب عن إحباطهم بسبب قلة الحضور في حفلاتهم، وهذا يعكس وعيا متزايدا لدى الناس بأهمية الظروف التي تمس. كانت المطالب واضحة، بدلا من إنفاق الملايين على الفنانين الأجانب، لماذا لا نستثمر هذه الأموال في تحسين الأوضاع الاجتماعية؟ يعاني المغاربة من صعوبات مالية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ناهيك عن غلاء الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى. والغريب أن بعض المواقع الإعلامية حاولت خداع الناس بنشر صور مزيفة لحشود مهرجان العام الماضي على أنها صورة من هذا العام بهدف تشجيع الحضور، لكن انكشفت الحيلة بسرعة. قد تؤدي مقاطعة المهرجان إلى تغيرات في تنظيمه مستقبلاً، فربما يجد المنظمون صعوبة في استقطاب نجوم كبار وجذب الجماهير، مما سيؤثر سلباً على التجربة والأرباح. ختاماً، يبدو أن حملات المقاطعة والانتقادات اللاذعة قد تؤدي إلى تراجع الاستثمارات في المهرجان. ما رأيكم أنتم؟